اتجننت، ما انا قاعد اخبط انه كل مره نفس الحكايه. السلام عليكم. انهيار وصدمة وجنون عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس، ويسخر من شيكابالا بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في ملعب رادس ليتأجل تتويج النادي الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة، فقد صرح الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: إيه الحظ ده يا أهلي؟ ادوني حظ الأهلي وارموني في البحر. بطولة إفريقيا دي ماشية مع الأهلي زي السكينة في الجاتو. أنا مش عارف ليه الأهلي دايما بيطلع بنتائج إيجابية في المباريات النهائية اللي بتتلعب بره أرضنا. ده الزمالك راح نهضة بركان اتغلب 2-1 وكنا فرحانين قوي بالجون اللي جبناه. اما الاهلاويه لو جيت تسالهم دلوقتي هيقولوا لك احنا زعلانين ان احنا تعادلنا، احنا كنا قادرين نكسب الترجي. وهي دي فعلا الحقيقه. الاعلام التونسي اليومين اللي فاتوا دول قعدوا ينفخوا في الترجي التونسي ويقللوا من قيمه الاهلي، ومنهم المحلل بتاع البين سبورت طارق دياب اللي رشح الترجي على حساب الاهلي، وقال لك الترجي هيكسب الاهلي، ده كسب سان داونز رايح جاي وقلل من بطولات الاهلي. احب اقول لك يا طارق يا دياب، الظاهر انت ما تعرفش النادي الاهلي، ده النادي الاهلي ده تقيل قوي، وانت اكيد هتعرف قيمه الاهلي كويس اما تتلدع منه في مباراه العوده بالقاهره. اسالني انا كزملكاوي، انا ملدوع من الاهلي 1000 مره قبل كده ومنهم نهائي القرن. هتيجي انت يا طارق يا دياب وتقول الترجي هيكسب الاهلي؟ كان غيره شاطر، ده الاهلي هياخد البطوله ال 12 مش احنا يا زمالك واقفين عند الخمسة بقالنا اكتر من 22 سنة، والاهلي عمال يفوز بالبطولات. ايه الحظ ده يا اهلاوية؟ حرام عليكم. بس انا بوجه ندائي لشيكابالا، بكرة يا شيكابالا بالله عليك خلينا حبايب، مش عايزك تلعب الماتش، كفاية اخر ماتش كنت لعبه فيه الجماهير قالت لك كفاية يا شيكا، انت اساسا وشك نحس على الزملكاوية وبالذات في المباريات النهائية. احنا محتاجين نجيب جون قدام نهضة بركان ونفوز بالكونفدرالية بكرة. عايزين نفرح يا زملكاوية زي ما الاهلاوية برضه هيفرحوا بالفوز بدوري ابطال افريقيا، ونتجمع بقى في كاس السوبر سواء في السعودية ولا في قطر، مش هتفرق، احنا عارفين مين اللي هيفوز. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.